كلامنا كان حول المنافقين. الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة قسم الناس على 3 أقسام: المؤمنون والكافرون والمنافقون. علائم المؤمن 5 كما شرحنا لكم ولا نعيدها مرة ثانية. وعلامة الكافر علامة واحدة: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا الكافر. وأما المنافق، الكلام في المنافقين: وأعوذ بالله من المنافقين قبل الشيطان أجلكم الله، لأن المنافق ألعن من الشيطان. الشيطان لعنه الله له وجه واحد، أما المنافق ذو وجوه، حتى يكذب على نفسه أيضا ولا يستحي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعماق الجهنم، أعماق آبار الجهنم، النار مخصوص للمنافقين، لأن المنافق أجلكم الله يخرب، هو نفسه فاسد بل أفسد من الكافر. أما المهم أن الكافر لا يخرب، بس يخرب نفسه ولا يخرب المجتمع. أما المنافق نفسه خراب ويخرب المجتمع. يمكن واحد منافق يخرب جمعية كثيرة. أمثل لكم المثال بالإشارة: والعاقل يكفيه الإشارة، وأنتم الحمد لله عقلاء فضلاء مؤمنون مؤمنات، مجلسنا منورة بأنوار المؤمنين، الحمد لله رب العالمين. المنافق حتى يكذب على نفسه، في الظاهر يدعي الإسلام، يدعي الإصلاح، أما في الباطن هو مفسد وليس بمسلم. لأن المسلم المؤمن لا يكون مفسدا. إفساد من خصائص الكفار ومن خصائص المنافقين. المؤمن الحقيقي هو المصلح. ولذلك جميع العلماء الشيعة سموا ولقبوا مولانا ومرجعنا الراحل الحاج میرزا حسن الاحقاقی بالامام المصلح. و مرجعنا الفقید رضوان الله علیه و جعل روحه الطیب داعیا لنا هو مصلح باتفاق جميع العلماء. أصلح الجامعة، أصلح المجتمع، جعل الأخوة، جعل المحبة بين الأعداء بأخلاقه، بحكمته، بسياسته الإلهية. وندعو من الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيدنا أن نخطو خطواته إن شاء الله. نعم، الكافر
هو يدعي الكفر ولا يتمكن من أي تخريب إلا قليل كأبي سفيان. هو خرب كثير أما ما تمكن أن ينفذ في داخل الإسلام، كان أعماله إفساده خارج الإسلام مو داخل الإسلام. أما الذين استشهدوا الزهراء سلام الله عليها، الذين حرقوا باب علي سلام الله عليه، الذين أسقطوا المحسن، هم كانوا داخلين بالإسلام، كانوا في أول الصف الجماعة مقتدين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هم المفسدون بنص من القرآن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، في أول الصف أجلكم الله قاعدون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هم في السر في الخفاء كانوا مع المنافقين، كانوا مع الكفار. حتى من الممالك المسيحية بالسر كان لهم قوة وقدرة حتى يخربون الإسلام، وظاهرا خربوا وشقوا الإسلام إلى شقوق لا محالة، إلى شقين عظيمين بنفاقه. أبو سفيان ما تمكن أن يشقق الإسلام، ما قدر. أما هم اللي لا أريد أن أسميهم بهذه المجلس المبارك وأنتم تعرفونهم، شقوا الإسلام شق، وإلى الآن كل شقوق، كل اختلاف، كل نفاق بين المسلمين منهم. قال سيدنا ومولانا السيد كاظم الرشدي الحائري الكربلائي وبروحه صلوات، في بعض تحقيقاته وهو الحق، قال كل مسلم إذا خطأ أو صدر منه ذنب أو عصيان هم شركاء في جميع الذنوب، شركاء في جميع المعاصي. لماذا؟ لأن إذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما غصب حق علي أرواحنا فداه، وكان المرشد والمعلم والمقتدى والإمام والخليفة كما في الباطن علي، كذلك في الظاهر أمير المؤمنين، لنشر الإسلام إلى شرق العالم وغربها، جميع العالم أسلم. وعندنا شواهد عظيمة كبيرة في هذا المجمل، في هذه الدقائق ما عندنا مجال. يعني واحد كافر لما رأى إسلام علي سلام الله عليه قال إذا إسلام هكذا أنا أسلمت. ولذلك المنافقون لعنهم الله هم الذين ألقوا الخلاف بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في زمن الأئمة عليهم السلام، ثم إلى زماننا هذا يأخذ القرآن بيده أجلكم الله وهو عدو للقرآن، يأخذ أصول الكافي بيده وهو عدو للكليني،
و کذالک بعض العلماء. ولذلك اخوانی الاعزاء، اخواتی المکرمات، اوصیکم احذرکم من المنافقین. اذا ما عرفتم احدا بأبيه بجده بطائفته بأعماله بمضيه بوطنه لا تعتمدوا به. رب شیطان بصورة الانسان، رب جاهل معاند مخرب بصورة العالم، بصورة المجتهد، بصورة الروحاني. وهم اخطر من الشياطين، اخطر من الكفار، اخطر من النواصب. نحن لا نرى في مجالسنا ناصبيا ولا كافرا ولا مسيحيا، اما ما اكثر المنافقون في مجالسنا ومساجدنا اجلكم الله. ولذلك الحذر من المنافقين. اخواني الاعزاء، اخواتي المكرمات، ابنائي اولادي، هم الذين يأخذون الإيمان ويجعلون الإنسان خسر الدنيا والآخرة وإنسان لا يعلم. ولذلك الطريق اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ بالإجمال صراط محمد، صراط أهل البيت سلام الله عليهم، وصراط مشايخنا الذين نعرفهم أبا جدا، نعرفهم بجميع العلامات الإيمان، وهم مشايخنا الذين أنوارهم في قلوبنا، كان في قلوب آبائنا، في قلوب أجدادنا، إلى أن يصل إن شاء الله بيد مولانا صاحب العصر والزمان. ومن مشايخنا العظام أعلى الله مقامه عبارة عن شيخنا الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحصائي وبروحه صلوات. هذا العلم الأعلى العظيم، هذا العالم الكبير، هذا المجاهد له 166 كتاب تأليف. شنو هذا الكتب؟ هذه الكتب حامل لروايات، لأحاديث، لأحكام، لآثار، لأسرار، لفضائل محمد وآل محمد. جاء يسجل كلماتي أنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، في هذا المسجد